والنهارده عايز اتكلم معاكم على نقطة واحدة بس في الجهاد مع ربنا، اسمها اليقظة الروحية. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اليقظة الروحية. بولس الرسول بيقول لتيموثاوس: اما انت اصحى في كل شيء. صح يعني. بولس الرسول بيقول لتيموثاوس: اما انت فاصحى في كل شيء، خليك صاحي في كل شيء. وطبعا كتير 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 قال جملة اسهروا. حتى لما كان في جثيماني في آخر يوم قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ مش قادرين تسهروا معايا؟ واسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في ايه؟ في تجربة. اسهروا مش معناها نام متأخر، لكن معناها صح، يعني معناها خلي عندنا يقظة روحية. الإنسان اللي عنده يقظة روحية بيعيش 3 مبادئ هامة عايز أكلمكم فيهم النهاردة. أول مبدأ خدناه لما الرب حب يمثل إحنا الكنيسة، لما قال: أنا غرست كرم، فقال: أحاط الكرم بسياج. أحاط الكرم بإيه؟ بسياج. ايه الهدف من السياج اللي حوالين الكرم دي؟ ايه الهدف؟ حماية من ايه؟ الثعالب. خذوا لكم الثعالب الصغيرة المفسدة ايه؟ للكروم. اول نقطة: ادقق، احرص، ابقى صاحي حارس على نفسي. أدقق في إيه؟ أدقق في قلبي. في محبة غريبة داخلة، في تعلق ملوش لازمة دخل، في مشاعر مش صح جواه، بيحب حاجة أكتر من ربنا. أدقق مع قلبي. فوق كل تحفظ احفظ إيه؟ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. أدقق مع قلبي. تاني حاجة: أدقق مع فكري. فيش فكر غريب. أنا بقى قاعد في الكنيسة أدين ده، أعيب على ده، فكري طايش يمين طايش شمال، مش مع الصلاة، مش مع الكلمة، مش هنا. أدقق مع فكري، أجمع فكري. أدقق مع كلامي، أدقق مع عيني، أدقق مع وداني. أدقق السياج اللي أعمله حوالين نفسي معناها تدقيق. في واحد يتساهل مع نفسه، في واحد يلتمس لنفسه الأعذار، لكن نمرة 1 في اليقظة الروحية: اعمل سياج حوالين نفسك. ما تخليش أي ثعلب يدخل. عارف يبتدي التساهل ازاي؟ يا عم ما أنا صايم طول يوم الأربع كله، ايه المشكلة بالليل لو كلت زبدياية يعني كده؟ يعني هي دي اللي هتكسر الصيام؟ يا أخي كلك زبدياية بالليل. احنا بقينا بالليل، بقينا الخميس. ايه بقينا الخميس؟ بقى أقول لك ايه؟ ربنا رب قلوب. سيبك. التساهل ابتدى يدخل في حياتنا. أبونا هو لازم أصوم 9 ساعات؟ ده على الأقل 9. ده على بقينا بقى دلوقتي. طب ما ينفعش يا ابونا 8؟ ما ينفعش يا ابونا 7؟ طب ما ينفعش طب ميه؟ لو انت عيان عينينا، ربنا يديكم الصحة كلكم. لو في اي سبب طبي او مرضي عينينا الاتنين، ما بنتأخرش، لكن ما نتساهلش مع نفسنا. التساهل بقينا مش قادر. سيبك انت على السجود. ده انا عاصرت رئيس الدير بتاعي كان يحب قوي يسجد، لما عي بقى يسجد اللي هو يعني لما عي خالص بقى لازم يسجد بأقصى سجود قدامه. ما كانش يتساهل مع نفسه، ما كانش يتساهل. ممكن اصلي وانا قاعد. طب هو ينفع اقعد في الكنيسة
في القداس اصل ابونا فلان بيحب ينغم ويلحن وبتاع، والمعلم هنا بقى المعلم ميلاد حافظ له لحنين ويقعد وبتاع. لا، وتبص تلاقي نفسك اتساهل في دي واتساهل في دي واتساهل في دي. خلي بالك من التساهل. التدقيق، عايز اقول لكم حاجه، اللي بيدققوا بتوع زمان، عارفين شباب بقى دلوقتي يقول لك يا راجل دول موسوسين، ده هو ربنا هو يعني هو ربنا هيجي يقول لك كلت ده ولا كلت، وهي بالفول ولا الطعميه، يا عم اعمل لك اي حاجه وخلاص. ما ينفعش. السياج اول حاجه في اليقظه، اوعى تسيب خرام في السياج يدخل منها ثعالب تبوظ حياتك. قلبك امسك المفاتيح، ما تديش المفاتيح لحد، مفاتيح القلب ومفاتيح الفكر، مفاتيح الكلام، مفاتيح العينين، امسك انت المفاتيح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هم 3 نقط. نمرة اتنين، الرب أقام في الكرم ده، في الحقل ده برج. يعني ايه أقام برج؟ ايه المقصود بالبرج؟ بيعملوا ايه بالبرج ده؟ الحراسة، مراقبة. طب مين يقول لي كيف أحرس بيتي وأحرس حياتي؟ بإيه؟ بالصلاة. الصلاة. الإبراج، أقمت يا أورشليم على أسوارك إيه؟ حراسا. مالهم دول؟ يصرخون إلي ليلا ونهار. الحراس يصلوا. اسمع، انت حارس على البيت، ترفعي ايديكي، دي الحراسة. انت حارس على البيت، انا حارس على مصر القديمة. شغلتي ايه؟ مش الوعظ. شغلتي نمرة 1 ايه؟ ارفع ايدي. ارفع ايدي عنكم كلكم. مين زمان في العهد القديم كان يرفع ايده عن عياله ويقول لربنا لحسن يكون واحد فيهم كده؟ ايوب شطار. ايوب كان يقف لحسن الواد ده يبقى جاهل في دي. بصوا، حراسة حياتك وحراسة بيوتنا رفع اليدين. اوعوا تبطلوا ليل نهار صبح نرفع. احنا طلعنا من واحنا عيال صغيرين شفنا امنا وابونا رافعين ايديهم في البيت. ليه؟ احنا نخرج نروح المدرسة نروح الكلية وهم ايه؟ رافعين الايدين. حراس. مين كان رافع ايديه فكان اسرائيل يغلب؟ موسى. برافو، موسى يرفع ايده اسرائيل يغلب، ينزل ايده اسرائيل لا خليه رافع. فجابوا له ايه؟ واحد من هنا وواحد من هنا عشان يفضل ايه؟ رافع. اوعى تنزلي ايدك ولا تقول ما عادش في وقت للصلاة. لا يا اخواتي، لليقظة الروحية الصلاة، رفع اليدين. ليكن رفع يدي امامك كذا. اوعوا تتهاونوا في دي. وعايز اقول لكم حاجه، الاباء علمونا في الصلاه رفع الايدين. عارف رفع الايدين عامله زي الميزان، لو انت سرحت هتلاقي ايدك لوحدها بتنزل، بتنزل لوحدها كده وانت سرحت في الصلاه. فالاباء علمونا ان رفع الايدين في الصلاه ميزان. صلوا برفع الايدين، ما تتكسفش انك تقف قدام ربنا ورافع ايديك كده. لا، ده هو فرحان برفع ايديك قوي. ارفع ايدك ليه؟ عارفين بنرفع ايدينا عامله زي ايه؟ شحاتين. واوعى تنزل من الصلاه من غير انت واخد. على فكره ما فيش حد يرفع ايده ليه ومش هياخد. هتاخد بس انت ارفع ايدك. ده هو بيقول لنا اطلبوا فايه؟ فتأخذوا ويكون ايه؟ فرحكم كاملا. عايز تفرح اطلب يا اخي وبيعاتبك وبيعاتبني. عارفين بيقول لنا ايه ربنا؟ للآن لم تطلبوا شيئا باسمي. ما تصلوش ليه؟ اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا يا اخواتي. يبقى نمرة 1 هخلي بالي من ايه؟ السياج، هدقق ومش هتساهل. 2 ايه؟ هقعد في البر. بص، طول ما انت رافع ايديك يبقى انت قاعد فين؟ في البر. ما تجيش بقى تزعل وتقول الواد ده راح. مين الام الجميله
اللي فضلت قاعدة في البرج رافعة ايديها لغاية ما جابت الواد مونيكا، كلكم حافظين، فضلت قاعدة في البرج ورافعة ايديها بتشحت من ربنا الواد، خليته بقى اسقف القديس اغسطينوس، هو رافع الايدين ده وخلاص. اوعوا تستهونوا بهذا ايها الاحباء. الثالثه والمهمه جدا في اليقظه التوبه، محاسبه النفس والتوبه. اسمعوا يا اخواتي، كلنا استلمنا طوب ابيض في المعموديه. اي خطيه بتبقع التوب ده، اي خطيه بتبقع التوب ده. وفي اب راهب قبل نياحته بايام قليله شاف رؤيه ازاي ان الناس بتطلع من الارض وكل واحد عليه توب، بيجاهد في حاجه يلاقي الجزء ده بيلمع، ولو هو بيخطي في حاجات يلاقي في بقع فيه. تمنى ان يكون توبه ده انقى ما يكون. على فكره ولقى انقى توب فوق، لقى توب مين؟ العذراء ام النور، كليه الطهر. لقى توبها، شافها توبها نقي تماما، وتمنى ان هو، طب انا ايه الاخبار يا اخواتي؟ احنا على الارض هنا عشان نبيض ثيابنا بتبيضها بحاجتين: توبه واعتراف وتناول. هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في ايه؟ هو الدم بيبيض؟ هو الدم بيبيض. تصور بقى، الدم بيبيض. بيضوا ثيابهم في دم الخروف. اظن جملة صعبة، في دم بيبيض، دم المسيح. توبة اوعى تأجلها، اوعى تقول بكرة، اوعى لما تقعد وانت جاي تتوب تقعد قعدة المحامي تلتمس اعذار لنفسك. اسمعوا يا اخواتي، عايز تقعد تتوب اقعد قاضي مش تقعد محامي. اقعد قاضي مش تقعد محامي. احكم على نفسك قبل ما ايه يحكموا علينا. لا نحكم على نفسك، لا 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 لا. وليس افضل من ان يلقي الانسان بالملامة على نفسه. يبقى توبة، محاسبة للنفس، محاسبة مظبوطة ووراها مناولة. بس انا مش قادر ابطل الموضوع ده، لا اعترف. طب انا قررت الموضوع ده، لا اعترف. مفيش يأس، في رجاء، في امل. ده واحد قعد 40 سنة يعيد في خطية ويقع فيها، وكل ما يقع يروح ايه؟ والقسيس ما زهقش 40 سنة وما زهقش. وموسى الاسود اول لما راح الدير زهق الانبا اسيزوروس، كل شوية يروح يعترف ويرجع، ويروح يعترف ويرجع. تعالى توب، ما تقولش ابونا هيقول عليا ايه. تعالى نظف. ممكن اقول لكم نصيحة وهتقولوا معاك حق يا انبا يوليوس، اوعى تبات بالليل وتوبك مش نظيف. توب، قدم توبة يومية، نام كده حط دماغك وتوبك نظيف. بايه؟ بالتوبة والتناول باستمرار يا اخوتي. هذه الثلاثة لليقظة: 1 التدقيق وعدم التساهل، 2 رفع اليدين والصلاة، 3 حياة التوبة والنقاوة والتناول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.